بيتك الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مش قادرة أقول لكم ربنا يوعد كل مشتاق، اللي مشتاق للعمرة، اللي مشتاق للحج، المشتاق يروح. هنا بقى طبعا رز بلبن، حطيت عليه زبيب، جوز الهند، مكسرات اللي موجودة عندي. هنا بقى هنعمل ايه بقى بشوية الرز الحلوين اللي احنا سويناهم؟ حطينا عليهم اللبن اللي موجود، باقي اللبن بقى بتاع رز بلبن، بقية اللبن اللي اتفضل يعني. وهنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الكشك. هنا بقى مرق الدجاج حطيتها كده معاهم، علشان ايه؟ علشان بقى تديها طعم وجمال زي ما بيقولوا. وزودت برضو شوية لبن تاني زي ما انتوا شايفين كده. وحطيناش بس غير دلوقتي الايه، حطينا دلوقتي الايه، اللبن. وحطينا مع اللبن ايه؟ تحطي بقى مع اللبن 3 معالق على حسب كمية اللي انت هتعمليها. دقيق، 3 معالق دقيق في اللبن. او لو اللبن خلص خلاص زي ما انت شايفة كده اهو انا بعمله، لو اللبن خلص اعملي عادي مية، مفيش اي مشكلة.